السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك حسيت إنك عايز تبدأ بس مش عارف تبدأ منين؟ يعني بتبقى عارف إنك عندك حلم أو هدف نفسك تحققه، مشروع عايز تعمله، قناة عايز تبدأ فيها، شغل عايز تتطور فيه، أو عادة بسيطة عايز تبدأ بيها زي القراية، أو إنك تغير اللايف ستايل بتاعك، عايز تعيش حياة صحية، تاكل أكل صحي، تروح الجيم، عايز حتى تخس، وكل يوم تقول هبدأ من بكرة، وبكرة ده مش بيجي أبدا. تعالوا كده النهاردة نتكلم ببساطة عن إزاي أتغلب على الكسل. مش بس كسل الجسم، لأ، كسل التفكير، كسل إني أتغير، كسل إني أبدأ. وإزاي تخلي يومك كله طاقة وحماس حقيقي يخليك تبدأ أو تكمل. بص يا سيدي، أول حاجة لازم تعرفها إن الكسل مش دايما بيبقى معناه ضعف أو فشل، لأن الكسل ساعات بيبقى رد فعل طبيعي للعقل اللي بيحاول يحميك من الخوف والتوتر أو حتى من الإجهاد أو الفشل. العقل دايما بيحب الروتين، بيحب يعمل اللي هو متعود عليه، بس الراحة الزيادة دي ساعات بتكون فخ هادي وناعم يخليك مطمن ومرتاح بس واقف مكانك ولا خطوة لقدام. وطول ما انت قاعد في منطقة الراحة عمرك ما هتبدأ في أي حاجة جديدة، عمرك ما هتتقدم خطوة واحدة لقدام. عشان كده أول خطوة هي إنك تفهم نفسك. اسأل نفسك، أنا ليه بتكاسل؟ هل لأن أنا فعلا مرهق وتعبان ومحتاج للراحة، ولا لأني خايف أبدأ ومنجحش؟ لأن لو السبب خوف يبقى الحل مش الراحة، الحل في الحركة. خدها قاعدة، العقل ما بيحبش القفزات الكبيرة، هو بيحبك تاخد خطوات صغيرة قريبة من بعض لكنها متكررة. وعموما مخك متبرمج على كده، بيتعلم أي حاجة بالتكرار. يعني بدل ما تقول أنا هبدأ في مشروع، لا، قول لنفسك أنا هبدأ النهاردة أكتب فكرة مشروع. بس كده، خطوة بسيطة جدا لكنها بداية حقيقية، وعقلك لما بيلاقي البداية سهلة هيكمل معاك. الخطوة التانية، نظم وقتك. دايما الحجة اللي بتكون جاهزة عندنا كلنا، ما عنديش وقت، بس الحقيقة إن الوقت موجود، هو كلنا عندنا 24 ساعة، لكن إحنا اللي مش بنعرف نستخدمه. جرب كده إنك تعمل حاجة بسيطة. أول ساعة في يومك ابعد عن الموبايل خالص، استخدم أول ساعة في اليوم في إنك تفكر، تكتب، تتأمل أو ترتب أفكارك. وممكن ترجع للي قلناه في شرح كتاب نادي الخامسة صباحا، وإزاي بنقدر نستغل أول ساعة في يومنا، واللي سماها الكاتب بساعة النصر. ساعة النصر ديت قسمها الكاتب ل20 20 دقيقة رياضة، 20 دقيقة تأمل وتفكير، وال20 دقيقة التانيين تقدر تستغلهم في إنك تتعلم حاجة، أو إنك تدون أفكارك، أو تنظم يومك، أو إنك تبدأ في كتابة أي أفكار بتيجي على بالك. لأن في الوقت ده، خصوصا لما تكون صاحي الساعة 5 صباحا وبعيد عن أي تشتت، عقلك بيكون في حالة تدفق من الأفكار، وده بسبب الهدوء والسكينة اللي بيكونوا في أول اليوم. عموما هسيب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن. وانت معدي كده ما تكسلش، وحاول تدعمنا وتشجعنا بلايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الخطوة التانية، حدد 3 حاجات بس عايز تخلصهم النهاردة، مش 10 ومش 5، لا، 3 بس. وبعد كل مهمة خد بريك صغير عشان تشحن طاقتك. وما تنسيش، مهم جدا، لو يومك مشى بالعكس وما قدرتش تحقق اللي انت كنت ناوي عليه، خلاص انتهى، يوم وانتهى، ما تجلدش نفسك. مهم انك تكمل تاني يوم. الاستمرارية هي اللي هتصنع الفرق، وهي اللي هتصنع لك النجاح، مش الكمال ولا المثالية. المثالية دي مش موجودة في حياتنا. الخطوة الثالثة انك تغير البيئة اللي حواليك. بيئتك بتأثر على طاقتك أكتر مما تتخيل. المكان لو فوضوي هتحس بخمول حتى لو كنت نايم كويس. نظف، رتب مكتبك، حط فيه حاجة تحفزك، ممكن تكون صورة أو كلمة مكتوبة قدامك، أو حتى رمز لأي حاجة إيجابية. وكمان اختار دايرة الناس اللي حواليك، اختار الناس اللي عندهم أحلام، اللي عندهم طموح، اللي عندهم هدف زيك عايزين يحققوه. لأن زي ما الكسل معدي، الطموح كمان معدي. الخطوة الرابعة إنك تكافئ نفسك. كافئ نفسك على أبسط إنجاز تعمله. خلصت مهمة وأنجزتها كويس، احتفل بنفسك، اشرب قهوتك المفضلة، اخرج اتمشى شوية في الهواء وفي الطبيعة، قول لنفسك برافو عليا أنا أنجزت النهاردة. المخ بيحب جدا الإحساس بالإنجاز والنجاح، وخصوصا لما يرتبط الإنجاز ده بالمتعة. ده اللي هيخلي عقلك بعد كده يساعدك أكتر على الإنجاز.
ولو حابب شوف شرح كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، كتاب مفيد ومهم جدا، هيعلمك ازاي تغير عاداتك وازاي تستمر عليها، وازاي تقدر تخدع عقلك بحيل بسيطة تساعدك اكتر على الانجاز وتوصلك لتحقيق اهدافك. بس لازم نكون واقعيين، مش كل يوم هيعدي عليك هتصحى من النوم حاسس بالحماس وحاسس ان عندك طاقة وعايز تكسر الدنيا. لا، في ايام هتصحى زهقان، ما عندكش طاقة، ما عندكش حماس، مش عايز تعمل اي حاجة. بس الفرق بين الشخص الناجح والشخص العادي ان الناجح بيتحرك من غير حماس، ما بيستناش المزاج، بيتحرك على طول. لان لو استنينا دايما مزاجنا يكون رايق علشان نقدر نعمل حاجة، للأسف مش هنعمل اي حاجة، لان الفعل والحركة هو اللي بيجيب الحماس مش العكس. كل ما تمشي في طريق تحقيق اهدافك واحلامك كل ما هتتحمس اكتر. وعندك مثال بسيط، ناس كتير فضلت سنين تقول انا عايزه ابدا قناتي، انا عايزه ابدا في المشروع الفلاني، بس انا لسه مش جاهز للاسف. وفي ناس بدات بالموبايل او بورقه وقلم وبابسط الامكانيات، وبعد سنه اللي بدا هو اللي اتعلم وهو اللي وصل. لكن اللي استنى لما يكون جاهز ولما يكون كامل او مثالي لسه في نفس المكان. اسال نفسك دلوقتي، انا لو ما بداتش النهارده حياتي بعد سنه هتبقى فين؟ وهتكتشف ان اصعب حاجة مش الفشل، الاصعب من الفشل انك تبص وراك وتقول يا ريتني كنت بدأت. وعشان كده الحل بسيط جدا، ابدأ النهاردة بخطوة واحدة بس. مش لازم تكون مثالية ولا كبيرة ولا جاهزة لكل حاجة، ابدأ بالامكانيات اللي في ايدك. ابدأ، لان انتظار الكمال مش هيوصلك ابدا لأي حاجة. افتح نوتة، اكتب هدفك، ابدأ بخطوة بسيطة في اتجاه تحقيق هدفك، وبكرة خطوة تانية وبعده خطوة تالتة. هتتفاجئ بعد شهر إنك قطعت مشوار كبير جدا كنت فاكر في الأول إنه صعب وإنك مش هتقدر تمشي. الكسل مش عدوك الحقيقي، عدوك الحقيقي هو التأجيل. لكن بمجرد ما هتبدأ وتتحرك حتى لو بخطوة بسيطة هتكتشف إن الطريق ما كانش صعب زي ما كنت فاكر، وهتحس إنك اتولدت من جديد. وفي الآخر لما توصل لهدفك إن شاء الله وتحقق أحلامك هتبص لنفسك وتقول لها كل اللي ناقصني كان خطوة، خطوة واحدة بس كانت هي البداية. لو الحلقة دي شجعتك شاركها مع أصحابك، واكتب لي في الكومنتات إيه هو هدفك وإيه الخطوة البسيطة اللي هتبدأ بيها النهاردة. خلينا نشجع بعض ونبدأ سوا في طريق التغيير، واستنينا الحلقة الجاية عشان هنساعدك تكمل في الطريق اللي بدأته. وما تنساش إنك تدعمنا بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان نقدر نكمل مع بعض الطريق اللي بدأناه. واشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله. كنت معاكم نجلاء عبد الغني، وده برنامج بالهجويس. مع السلامة.